ما كاش كيفاش ديري هاد الوصفة تقولي ما نجحتليش. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. الوصفة تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا في العنوان: خبز تونس الطريقة الأصلية. جبتها لكم اليوم. واش نقول لكم على البنة تاعها؟ تشهي بزاف بنينة، ونعطيكم فيها كامل الأسرار والنصائح عفوا، باش تجيكم بنينة وفيها البنة تاع زمان، سورتو البنة تاع زمان. هنا الحاجة الأولى اللي نديرها: نجيب الكيلة تاعي تاع البيض. الكيلة تاعكم يجوا فيها 4 3 كيما حبيتو، يعني على حسب السنيوة اللي حديروها. دوك نعطيكم أنا كلش يعني بالتدقيق. نحكم عندكم 4 حبات تاوعي تاع البيض، درجة حرارة الغرفة ولا المطبخ كيما حبيتو. نخلطهم شوية. تقدروا هنا تستعملوا الخلاط الكهربائي. هنا واش درت؟ شتو الكيلة اللي درت بها البيض؟ ندير بها نص كيلة تاع السكر. هي نورمالمون في الأصل قريب كيلة تاع السكر، تجيكم حلوة بزاف. الوغ ندير نص كيلة تاع السكر. مثلا الا درتو 4 بيض، الوزن تاعهم 200 غرام، ديروا 100 غرام تاع السكر. هذا ما كان. درت القريصه تاعي تاع الملح. انا في هذه الوصفه ما نكذبش عليكم مضاريه ندير انا لافاني، مي انا حبيت نوريها لكم على الطريقه التقليديه، ما فيهاش لافاني. كانوا يديروا بزاز دو سيترون ولا زاز دورانج، يعني مبشور الليمون ولا مبشور البرتقال، هادو هما اللي كانوا ينكهوا بهم، او القرفه. فوالا. زدت معاهم هنايا كيلة ناقصة أسبوع تاع الجوز. تقدروا ديروا هنا واش حبيتو، كاوكاو، لوز. تقدروا ديروا جوز وكاوكاو، أنا ما سيتوش مي قالوا لي يجي مليح. ديروا هنا. شوفوا الجوز ماهوش غالي بزاف. كي تروحي تشري يقولوا يعطيك غير 10,000 ولا 15,000، ماشي حاجة بزاف. باش تذوقي. أنا الهدف تاعي ماشي نتكبر على النعمة، الهدف تاعي ومؤخرا كيما قال في حياتك تذوقي البدنة تاع الصح تاع الخبز التونسي. على بالي بلي كاين بزاف ناس ماشي لاحقين، مي مرة على مرة هادو المقادير كامل تقدري تشريهم. زيدي 15,000 ولا ميم با، ولا شريتي 20 راح يقعد لك منها. وديري هاد الجوز معاهم. وزدت معاهم انايا واش درت؟ لا مارغرين. درت كيلة ناقصة أسبوع وذوبتها. لا مارغرين، شوفوا هي الوصفة الأصلية تجي بالزبدة، ما كانوش يديروها بالزيت. حنا من بعد ولينا نديروها بالزيت. أنا شوفوا كي نكون مع شغل مزروبة ولا عفسة هكا نعجز ندوب وكدا، ندير ديريكتومون الزيت تجيني بنينة، بصح ماشي بنينة كيما هادي، ما نكذبش عليكم. فرق واضح بزاف، فرق واضح. ديروها بلا مارغرين. وإلا عندكم تاني الزبدة اشروها. أنا رحت نشري الزبدة ما لقيتش، لقيت هذيك تاع البقرة. هي زبدة تاع البقرة، ماشي ديك اللي تشبه واش يقولوا لا مارغرين تاع الباكي تاع الورق. هذيك ما لقيتهاش، لقيت غير ديك لا مارغرين اللي تجي فوق البن. عفوا الزبده اللي تجي فوق البن، هذيك ما نقدرش نديرها، بدينا كو واحد اخر. سي بور سا درت انا لا مارغرين. وزدت معاه هنا كيله شتوها معمره مليح تاع لا شابلور، اللي هو خبز محمص مرحي، ولا كرواسون يكون عندكم قاعد لكم حمصوه ورحوه، ولا بريوش، ولا المهم حاجه ما ترموها. انا علاش درت لكم هذه الوصفه؟ باسكو جاي رمضان ان شاء الله الا كتب ربي. رمضان هو الراعي الرسمي لرمي الخبز للاسف في الجزائر، ماشي في العالم العربي. بصح حنا في الجزائر تلقايه يكونسومي 2 خبزات، يشري 5 خبزات يتو. صافي. شوفوا انا درت لكم هذه الوصفه الاولى تاع اعاده تدوير الخبز. الوصفه الثانيه ندير لكم ان شاء الله لي كروكات، ندير لكم المهم ندير لكم عفايس ان شاء الله. برك اكتبوا لي في التعليقات ونعمل لكم هذو لي ريسيت تاع الخبز. انا ماذا بيا ما زدتوش كامل ترموا الخبز. شوفوا هنايا حنا نعطيكم ملاحظه: الخبز التونسي هنايا شوفوا عطيت لكم كامل الاسرار تاعها باش تجيكم مليحه. زيد لكم السر الاخير اللي هو: خلوها تشرب مليح. الخبز التوني لاباط تاعكم خلوها تشرب مليح. كي تشرب المليح سواء في السنيوه تاعكم ولا في الغيسيبيون، يعني خلو. والسنيوه تاعي هنايا تاع 24 على 24. فوالا هذه هي. تقدروا ديروها في تاع ماشي تاع 30 تجيكم. ديروا نصف الكميه ديروها في المول الاسطوري. هذه هي. ديروا كلش نص. هنا طيبت الشربات تاعي: كاس تاع سكر، كاس ونص تاع الماء. خليتها تغلي مدة غير تبدا تغلي، حسبوا لها 10 دقائق. درت لها طرونش تاع سيترون. حنعطيكم تاني السر التاني، هو يقول لك كي تكون سخونه ديريكتومون شربيها. انا كنت نديرها هكذاك، مي شفتها تنشف ما شغل ما تطولش معاك بزاف تنشف. الوغ واش وليت ندير؟ خليها تدفى شويه قريب تبرد، هي ما تبردش. ندير لها عفوا الشريبه الاولى نصف الكميه، ومن بعد كي تبرد تماما نكمل لها كامل الكميه. عفوا سمحولي. كمل كامل الكميه تاع
عفوا تاع الشربات تاعي. وهذه هي النتيجة. تخلوها تشرب بيان سور ومن بعد باش تقطعوها. وهذه هي النتيجة. شوفوا أنا هنا نصور لكم من كامل الأبعاد باش تشوفوها باللي جات لي كامل على مستوى واحد. كاين بزاف كيما قلت لكم، كاين بزاف اللي مسكينه ما تنجحلاش تقول لك تتنفخ لي في الجوانب والداخل تجيني حابطه. شوفي هي منها من الفوق ومنها كاين منها من لاباط. انا والله العظيم الفوق تاعي جديد ما يمشي ليش كاع. عندي وقيله عام ماهوش يمشي، مي عندي واحد الفوق متشبتك رايح فيها والله يطيب لي خير من الفوق الجديد تاعي. اوغوزمون يعني خليته كاحتياط. انا قلت لكم مام الفوق تاعكم الا كان عيان يدير لكم هذيك العفسه تاع يطيب في الجوانب يتنفخ وفي الوسط ما يتنفخلكش، ولا في العكس يعني جهه تتنفخ وجهه ما تتنفخلكش. هنا شوفوا التقسيم، درت لها التقسيم الاداري، قسمتها على قسمتها على ثلاثة وما زدت قسمتها على ثلاثة بالطول وبالعرض. هنا تقدروا تقسموها كيما تحبوا، مقيرطات، تقدروا تقسموها مربعات. انا حبيت برك باش يجي الحبيبه تاعي في التبسي تكون عفوا بريزونطابل. ما حبيتش نشبعها لكم في الطباسة هكا، يعني ندير لكم في دبسي كيما مداري ندير لكم. حبيت نخليها لكم هكذا باسكو انا شفتها هكذا تشهيني اكثر وتجي يعني آآ تجي بريزونطابل أكثر. هكذا أنا حبيت وأنتم قولوا لي رايكم. شوفوا هنا بالنسبة للتزيين بيان سور زينوها كيما تحبوا، إلا كنتي غير في الدار مع وليداتك تقدري ما ديري لها والو الفوق هذاك اللي ديريه تاع التزيين خبيه باش تزيدي ديري لها في لا بروشين فوا كي تحبي تزيدي ديري خبز التونس. وشوفوا لي النتيجة وشوفوا لي هذيك اللمعان. والله صدقوني تقول ماكوش تاكلوا في خبز التونس، تقول ماشي مخدومة بلا شابلور، تقول مخدومة اللوز كامل وماشي قلب اللوز. انا وليدي يسميها قلب التونس كلفت المسكين كي كان صغير كان يقول لي قلب التونس فوالا. وشوفوا حبيت نعطيكم ملاحظه، هذه ماشي كاين بزاف يقول لها خبز الباي. خبز الباي ماشي نفس الوصفه تاع خبز التونس. خبز الباي ما تجيش فيه لا شابلور. تحبوا ندير لكم الوصفه تاع خبز الباي نديرها لكم ان شاء الله الا كتب ربي، يعني ديجا سبقت وهدرت لكم عليه. ما كان حتى واحد اللي دومونداه لي الوغ ما درتوش. الا حبيتوا ندير لكم تاني خبز الباي. خبز الباي تجي شغل آآ يعني خبز الباك كانوا يديروه غير للبايات فوالا. هذه هي. وشوفوا لي كيفاش قسمت الحبة معاكم. نتلاقاو في فيديو آخر. يالّا مع السلامة.